يا ياسين، السؤال كان بيقول ايه اول حاجه؟ مين القائد اللي انتصر في معركه اليمامه؟ انتصر المسلمون. ما المسلمون اللي انتصروا، مين بقى القائد المسلم؟ القائد المسلمون خالد بن الوليد. ماشي، ومين القائد بتاع المرتدين؟ بتاع مين؟ اسمه ايه؟ البراء بن مالك. مين قائد المرتدين؟ قائد بني حنيفه مين يا مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في حياة النبي قال ايه؟ والله لو سألني هذا العرجون، يعني الايه؟ حتة الحطب الصغيرة دي ما أعطيته له، وإني أظن أنه ما جاءني في الحلم، في المنام يعني. الحلم ايه؟ ان الرسول حلم اللي هو يلبس سوارين من ذهب، فماذا أولتهما يا رسول الله؟ قال أولتهما كذابين، يعني اتنين هيدعي النبوة في حياة الرسول، طلحة والتاني مسيلمة الكذاب. فده مسيلمة الكذاب ارتد بعد موت الرسول، وخالد بن الوليد هو اللي راح انتصر عليه في معركة اليمامة. تاني حاجة بقى، مين اللي فتح مصر؟ انت قلت مين؟ قلت مين اللي فتح مصر؟ قلت مين؟ لا قول والله، مين اللي فتح مصر؟ ها؟ السيسي هو اللي فتح مصر؟ يعني فتح مصر من 1400 سنة؟ ها؟ مين اللي فتح مصر؟ طالما مش السيسي يبقى مين؟ مبارك؟ قول لي مين اللي فتح مصر؟ سيدنا عمرو بن العاص. ايوه، سيدنا عمرو بن العاص هو الذي فتح مصر. كده 10/10 سنة 20 هجرية. طيب، الله ينور عليك، الله ينور عليك. طيب عايزين بقى نسأل سؤال. مين حافظ فيكم سورة عامة؟ أنا. انت حافظ سورة عامة؟ وانت حافظ سورة عامة؟ لا وانت حافظ سورة عامة؟ صح. تعرفوا تحفظوها لبكره؟ أنا حافظها. تحفظ نصها وانت نصها بكره؟ وديك انت كنت قايل له يحفظ. طيب انت هتحفظها بكره وتسمعها لي. أنا حافظها كلها. ماشي، وتسمعها لي بكره. ماشي؟ بكره امتى بقى؟ خليها قبل الفطار. وانت احفظ نصها وانت احفظ نصها. أحفظ سورة إيه؟ نص سورة عامة يتساءلون. أنا حافظها كلها. ماشي؟ وانت كمان نص سورة عامة يتساءلون. اللي لو حفظتوها كل واحد له 20 جنيه. اتفقنا؟ نصها يبقى لهم 10. ماشي؟ لا، يحفظوا نصها برضه لهم 20، بس ما فيش ولا غلطة. ماشي؟ وحفظ كويس بقراءة صح، يعني بأحكام كويسة. ماشي؟ اللي مش هيجي لي بكره يسمعها ملوش حاجة عندي، انت هتسمعها لي بكره. تمام؟ يلا ادي، انت عايز ايه؟ جايزك ديت ولا تاخد فرشة؟ ماشي. اوكي، وانتوا عايزين ايه بقى؟ هديلكوا ايه؟ دول كل واحد